حساب ميعاد الولادة المتوقع. عشان تقدري تحسبي ميعاد ولادتك صح، زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات لما عملنا حساب لعدد اسابيع الحمل اللي انت فيها، عايز تعرفي بقى انت امتى تولدي. ففي طريقتين المفروض نحسب بيهم ميعاد الولاده المتوقع. زي ما قلت لك ان فتره الحمل بتاعتك ما بتبقاش 9 شهور بالظبط، دي بتبقى 40 اسبوع 280 يوم. قلت لك في الفيديو اللي فات اللي احنا فعلا بنحسب الاسابيع اللي هي قبل الاخصاب وقبل التبويض، من اول يوم لاخر دوره، عشان خاطر نحسب على حاجه واثقين فيها ومتاكدين منها. وقلت لك اعرفك ازاي تخصميه من الفتره بتاعه ميعاد الولاده. هقولك دلوقتي طريقتين، طريقه تجمعي بيها 3 شهور وطريقه تطرحي بيها 3 شهور، والاسهل ليكي اعمليه. يعني هنقول كان اول يوم للدوره بتاعتك كان 1/7، هنجمع عليهم ال7 ايام اللي احنا بنقول لازم نضيفهم، كده هيبقى 8/7. كده هتطرحي 3 شهور من ال7 دي، يبقى كده هتولدي يوم 8، هتطرحي 3 من 7 4، 8/4 سنة 27. طبعا احنا مش بنقول ان ال8 دي كده يبقى تولدي يوم 8، لا احنا بنضيف 7 اسبوع قبليه واسبوع بعديه، وبيبقى الرينج في حدود ال15 يوم دي. يعني هتضيفي 7 ايام على ال8 يبقى كده يوم 15/4، ولو طرحتي 7 ايام من ال8 يبقى كده 1/4. يعني ما بين 1/4 ل15/4 سنة 27 ده هيكون ميعاد ولادتك. في الرينج ده هتولدي في اي يوم من الوقت ده. دلوقتي الطريقة التانية هي طريقة الجمع. يعني لو قلنا اول يوم لاخر دورة عندك كان 1/1، هنجمع عليهم 9 شهور و7 ايام، كده 8/10 ده ميعاد الولادة بتاعتك. احنا قلنا ان احنا بنطرح اسبوع وبنجمع اسبوع، يبقى هنطرح من 8 اسبوع يبقى كده 1/10، وهنجمع عليه اسبوع زائد 8، اسبوع زائد 8 كده 15/10 26. يبقى انت من يوم 1/10 ليوم 15/10 ده الوقت المتوقع للولادة بتاعتك. في خلال الاسبوعين دول ده ميعاد الولادة. بعد ما عرفنا الطريقتين دول، عايزه كل واحده فيكم حامل تحسب لي ميعاد ولادتها بالظبط امتى، واكتبوا لي في كومنت وانا صححهولك اذا كنت عرفتي تحسبيه صح ولا لا. واحفظي الفيديو عشان اكيد هتحتاجيه قبل ميعاد الولاده عشان تعرفي ميعاد ولادتك بالظبط امتى.